السلام عليكم وأهلا بكم متابعي قناة اعرف. الوطن العربي الكبير أو العالم العربي هو مصطلح جغرافي سياسي يطلق على منطقة جغرافية ذات تاريخ ولغة وثقافة مشتركة. يمتد الوطن العربي من المحيط الأطلسي غربا إلى بحر العرب والخليج العربي شرقا، شاملا الدول التي تنضوي في جامعة الدول العربية في غرب آسيا وشمال أفريقيا وشرقها. جغرافية الوطن العربي اليوم تشبه إلى حد ما الأراضي التي كانت تحت سيطرة الدولة الأموية باستثناء الأندلس وإيران وأفغانستان ومناطق جنوب شرق الأناضول. في هذا الفيديو نستعرض 8 أمور ستحدث في حال اتحد العرب. إجمالي الناتج القومي المحلي سيكون 5 تريليون و990 مليار دولار سنويا، مما يجعلها في المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين والاتحاد الأوروبي. المساحة الإجمالية ستكون 13 مليون و500 ألف كيلومتر مربع، ستكون في المرتبة الثانية بعد روسيا الاتحادية. عدد السكان سيكون 385 مليون نسمة، في المرتبة الثالثة بعد الصين والهند. الجيش العربي بناء على الإحصائيات الحالية سيكون من 4 مليون جندي و9,000 طائرة حربية و4,000 طائرة هليكوبتر و19,000 دبابة و51,000 سيارة حربية. استصلاح الأراضي الصالحة للزراعة والري في السودان والتي تقدر ب84 مليون هكتار ستنتج 760 مليون طن من القمح و370 مليون رأس من البقر و410 مليون رأس من الخرفان و850 مليون رأس من الدجاج في العام الواحد. تغطية 8% من الصحراء الليبية بخلايا شمسية يكفي لإنتاج 20 مليون ساعة جيجا وات، وهو يكفي احتياج كامل الكرة الأرضية من الكهرباء. إنتاج اتحاد الدول العربية من النفط سيكون 24 مليون برميل يوميا، وهو ما يعادل 32% من الإنتاج العالمي. قيمة الزكاة 2.5% على الأموال المحفوظة دون تشغيل 29 مليار دولار سنويا، وهو يكفي لبناء 25 مدينة لمليون شخص في كل مدينة، و10 مستشفيات فيها 550 سرير في كل مشفى، و20 مدرسة تحوي 3,000 طالب في كل مدرسة، و3 مطارات تحوي 10 مليون مسافر لكل مطار، و7 جامعات فيها 25,000 في كل جامعة. إنه الحلم الذي يحلم به كل ناطق بلسان عربي. ندعو الله أن يجعلنا نرى العالم العربي شعبا واحدا ويدا واحدة.